السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ صداع اللعيبة الأجانب في النادي الأهلي. في صداع جامد جدا بالنسبة للعيبة الأجانب في النادي الأهلي. أشرف داري، رضا سليم، جراديشار، محمد الضو كريستو. الأربعة الأهلي عايز يتخلص منهم بأي طريقة عشان لما يجيب أجانب يسجل الأجانب اللي هيجيبهم. أشرف داري بيقولك أنا عايز أقعد، ما عنديش مشكلة إن أنا أقعد، يا اما لو هتمشوني ادوني عقدي كامل. ادي اول مشكله. تاني مشكله رضا سليم بيقول لك برضه انا عايز اقعد واكمل واشوف الحسين عموته لما اقعد معاه ممكن نوصل لحل ان احنا اكمل في النادي الاهلي. تالت حاجه جرادي شار بيقول لك هاتولي عقد بمليون ونص في الموسم، مليون ونص دولار في الموسم، او اكمل معاكم برضه، ولو ما كملتش هاتولي نفس قيمه العقد اللي انا باخده منكم. الوحيد اللي ابدى مرونه في القصه دي هو كريستو قال لهم انا مش عايز منكم حاجه، ادوني المخالصه بتاعتي وانا امشي واتكل على الله. فده كده الموضوع ده عامل قلق لجنه التعاقدات، هيحلوها ازاي في الايام الجايه؟ لانك انت محتاج ان انت تجيب على الاقل 2 مهاجمين اجانب ومدافع اجنبي، وانت عندك بن شرقي، تمام، ويوسف بالعمري. فانت دلوقتي عندك مشكله، لما هتجيب الاجانب هتسجلهم ازاي وانت عندك الاجانب دول ما مشيوش لسه؟ نتمنى يشوفوا لها حل في اداره الاهلي واداره التعاقدات. ما تنسوش صلوا على النبي. سلام عليكم.